ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ الحلقة التانية من ازاي تعرف نفسك. حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الاحتياج. الاحتياج ده بيندرج تحتيه حاجات كتيرة قوي قوي. ممكن يبقى احتياجنا ده احتياج معنوي، احتياج مادي، احتياج عاطفي، احتياج لأي شيء من جوايا أنا حاسس إن أنا محتاجه، احتياج ان حد يكلمني، اي احتياج ممكن يبقى في حياتي. ازاي اعرف الاحتياج ده؟ انت مفروض ان انت هتقعد مع نفسك وتعرف انا ايه اللي انا محتاجه. هل انا مثلا لو جينا مثلا لبنت مثلا مخطوبة، مش مرتاحة في خطوبتها، طب انت ليه مثلا مش مرتاحة في خطوبتك؟ علشان انا مش حاسة من جوايا ان هو بيحبني، مش حاسة انه ملبيلي رغبتي في ان هو قريب مني، مش حاسة ان هو عايزني. طب انت ليه اصلا حسيتي الاحساس ده؟ انت ليه جالك الاحتياج ده؟ هل مثلا علشان خاطر هو مش بيكلمني مثلا في وقت معين؟ هل مثلا علشان ما عمليش مثلا حاجة معينة؟ طب ما تفكري انت ليه اصلا محتاجة ده؟ مش يمكن اصلا المشكلة دي تكون عندك انت انت اللي مخلية نفسك من جواكي محتاجة اصلا لشيء زي ده. ف... فده كان مسبب ان انت ما انتش مش مرتاحة مع خطيبك او مش مرتاحة مع جوزك، علشان خاطر ده عندك احتياج داخلي ليكي انت. هو يعني هو ما كانش السبب فيه، انت حطيتيه هو في اطار السبب ده. بمعنى هو مثلا مش بيكلمني مثلا في وقت زي ده عشان انت مثلا في وقت زي دوت حاسه بفراغ. طب ما تملي انت فراغ نفسك. اصل يا جماعه نحطها يعني اطار كده طويل كده، ان محدش هيلبي لك احتياجك من جواك ويحس بالاحتياج وقوة الاحتياج اللي انت عايزه من نفسك. فلما تلاقي نفسك في حاجة او في نقص انت حاسه من جواك، حاول ان انت اللي تلبيه ليك. اصلا محدش هيلبيهولك. ولو انا حاولت اللي انا البيهولك، لو لبيتهولك مرة مش هلبيهولك التانية. مش عندي فيك ممكن عدم فهم او عدم ادراك كافي للاحتياج اللي عندك. فانت ممكن في وقت زي دوت انت عايزه ان مثلا كذا جوزك او خطيبك او ايا كان الشخص اللي في حياتك مثلا يكلمك مثلا في وقت زي ده عشان انت حاسس بفراغ في وقت زي ده. املى فراغك. لو انت مثلا بتحب القراءه، شوفي روايه انت بتحبيها واقرأيها. هتنشدي وهتدخلي في الحوار ومش هتبقي فاضيه اصلا للي انت محتاجه لده. او هل اصلا انت كنت محتاجه لده علشان انت فعلا عايزاه، ولا انت كنت محتاجه لده علشان انا سامعه واحده بتقول ان جوزها مثلا جاب لها ده فانا عايزه ده؟ مش علشان خاطر انا عايزاه، انا عايزاه علشان خاطر انا شفت ان اللي قدامي فرح قوي انه جاله حاجه زي دي. طب لا انا عايزه اتخطب دلوقتي. طب هل انت عايزه تتخطبي دلوقتي علشان خاطر انت فعلا عايزه ان يكون في شخص في حياتك، ولا انت عاوزه تتخطبي علشان صاحبتي اتخطبت، علشان قريبتي حصل كذا، علشان كذا علشان كذا، مش علشان انا عايزه ده؟ فلما اقعد مع نفسي واملأ الفراغ اللي جوايا دوت هيتضح لي وقتها هل انا فعلا اللي كنت عايزه ده، ولا علشان خاطر حد كان عايز ده فانا رؤيتي ان هو عايز ده فانا عايزه ده يتلبى رغبه جوايا انا. فبكده هنفهم هل انا اللي عايز ده او انا علشان خاطر اللي قدامي عايز ده. احنا يا جماعه لو ادركنا نفسنا، لو استوعبنا نفسنا، لو فهمنا النقاط اللي جوانا، لو احنا فهمنا ايه اللغه اللي احنا نفهمنا، اللي احنا هنفهمها هنرتاح.
يعني احنا لو فهمنا اللغة ديت احنا ذات نفسنا هنرتاح. طيب انا خلاص فهمت ايه، هل انا اللي كنت عايزة دوت ولا علشان خاطر قريب ليا؟ هل مثلا انت من جواكي، هل انت مثلا في مثلا بنات كتيرة قوي اول مثلا ما تشوف مقطع مثلا لاي مثلا اب مثلا بيحب بنته، اب مثلا بيجيب حاجة لبنته او كده، تلاقيها منهارة واتأثرت وتعبت نفسيا يومين ثلاثة. طب ليه انت حصل لك كده؟ هل علشان خاطر لازم انت تقعدي مع نفسك وتفهمي ده؟ هل علشان خاطر في جزء في حياتك او باباكي مش مثلا مش مكفيكي في حاجة من جواكي، فانت لما بتشوفي الموقف زي ده فبتتأثري؟ ولا ايه انت اللي هتفهم نفسك لما تقعد مع نفسك وهتعرف انا ايه اللي انا عايزه. فاحنا يا جماعة لو فهمنا ايه النقطة في كذا في اللي حوالينا هنبقى مدركين. ومش شرط ان النقطة ديت تبقى كاملة، مش شرط تبقى كل حاجة في حياتك تبقى كاملة، مفيش حاجة كاملة. لو في نقطة في حياتك مظلمة ففي 7 منورين. ربنا عادل وبيدي لكل واحد حقه، ربنا ما بيظلمش حد. فدوت تبقى ثقة تامة جواك ان انت مش هتتظلم. طالما انت واثق من ان انت ما انتش مظلوم، فانت لما هتشوف اللي حواليك تبص لنفسك كده بصة من فوق، هتفهم ان لو في نقطة مظلمة عندي ففي 7 منورين حواليا. فما تبصش على النقطة المظلمة، ما تحاولش ان انت تضايق نفسك او تعصب نفسك او اللي هو تخلي نفسك متأثرة قوي علشان خاطر الكام نقطة اللي مش كاملين حواليك، لان هيبقى حواليهم كتير قوي مليانين، انت بس اللي باصص على الحتة اللي مش عاجباك. فطول ما انت باصص عليها مش هتبقى مرتاح. وما تشغلش بالك بالقيل والقال. ايه ده، هو انت مثلا ما جالكيش كذا، ايه ده هو انت ما عملكيش كذا، ايه ده هو انت ما روحتش الحته الفلانيه، ايه ده هو انت المكان دوت ازاي ما شفتوش، ايه ده هو انت ابنك، ايه ده هو انت مش هترتاح. ما تشغلش نفسك باحتياجات الاخرين، ما تخليهاش احتياجك. ساعات احنا ما بندركش، انت ممكن اصلا ما يكونش عندك احتياج، بس انت رابط نفسك باحتياجات اللي حواليك. شاغله نفسي بكل اللي حواليا، فطبيعي شاغله نفسي بكل احتياجات اللي حواليا، فشايفه ان انا عايزه كل الحاجه الحيوان اصلا مش عايزاها علشان شاغله دماغي بيها. فانت لما تفهم انت عايز ايه، ولما ما تشغلش بالك ولا دماغك باللي حواليك، وتخليك في نفسك وفي اللي انت عايزه وفي اللي انت محتاجه، ممكن ما تلاقيش ان في حاجه اصلا مضايقاك. ممكن، طيب ولو في، مش شرط يبقى كل حاجه حواليك زي الفل ومنوره ومية مية، لان مفيش حاجه اصلا كامله، مفيش حاجه اصلا 100%. فما نجعلش ده يأثر علينا بطريقه سلبيه نتأذى بيها، لا. احنا نقعد مع نفسنا ونواجه نفسنا بالمشكله اللي موجوده في حياتنا، ونفهم نفسنا ان مش لازم ان عشان خاطر النقطه ديت مش موجوده او النقطه ديت مظلمه شويه يبقى انا اكئب نفسي وادمر حياتي ونفسيتي وكل حاجه علشان النقطه دي. ولو احنا فهمنا هنرتاح وهنريح اللي حوالينا، وما نقعدش نعيش نفسنا في حاجات احنا مش هنقدر نستحملها. ولو انتوا وصلتوا لحد اخر الفيديو دوت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.